النهارده هنتكلموا عن فيديو نوع جديد. في حاجتين حلوين هيحصلوا من الفيديو ده ان شاء الله. في هديه طالعه للمتابعين، هنعمل حاجه عشان بس الهديه دي توصل يعني للشخص الصح. خلاص. وتاني حاجه هنتكلم عليها النهارده، الحمام لو بيضك بيروح تمام، يعني ما فيهوش تغليب بيطلع فاضي. فانا عندي قصين قبل البنفسجي وقبل الشربون دول بقالهم مرتين ورا بعض الحصى بيطلع فاضي، وده غير المعتاد طبعا يعني بيبقى موجود. فاحنا هنقول له الاسباب وهنقوله نعمل ايه معاهم بحيث ان احنا نساعدهم يعني. خلاص. فانا اول مره هجرب اللي انا بقوله ده، هجربه معاكم. لسه مستني الحصى اللي جاي ان شاء الله ونشوف ايه اللي هيحصل. تمام. ايه تاني معانا؟ الحوار الهديه ان شاء الله. في هديه، في قص حمام طالع للمتابعين. هنعمل 4 فيديوهات يا رجاله. 4 فيديوهات دي هننزل فيهم كل فيديو سؤال في اخر الفيديو، ابتداء من الفيديو اللي جاي مش الفيديو ده. الفيديو ده بس حبيت اقول لكم. خلاص. ونشوف برضو ايه المتابعين يعني مثلا اللي بيتفاعلوا معانا وكده، عشان برضو ايه ندي يعني للشخص الصح يعني. هوريكم برضو الهديه هي عباره عن ايه ومقصر بعضه، هنتكلموا عن الحمام. بص تعالوا. الاصل ده انا كنت مجوزهم قريب، الدخل ده انتوا عارفين ما كانش بيرضى ياخد اي نتايه او ما كانش عايز يتجوز اصلا، فعطيته النتايه ديت اهي. خلاص. عطيته اول مره اما حسوا النتايه يعني فاهم، ما كملش معاه يومين وحست على طول. فمش عارف بقى لحق يخصبها ولا ما لحقش، مش عارف. فعديناها فطلع البيت رايق. عامه تاني مره البيت طلع رايق. تالت مرة قبل ما البيت تاني بقى كان عندي القص ده في زغلول طلع كبير طلع صغير، رحت اديهم الزغلول دوت عشان ياكلوه كده ويشربوه، عشان كان صغير خالص عن اخوه. بصوا ده فردة بنيدي ده. تمام. طلع صغير خالص عن اخوه عشان طلع متأخر من البيضة. فحطيته. بص اخوه عامل ازاي، بسم الله الرحمن الرحيم. بص اخوه، بص اخوه، في فرق كبير يعني. ولا اخوه ده الفرد الوحيد اللي طيرته عندي منه. خلاص. عطيتهم لهم وبياكلوه وبيزقوه، لسه مزقينه من شويه عشان لسه حاطط لهم اكل والدنيا تمام يعني. فالحصه العراية دول بقى جوزتهم لبعض، بس خدوا مده كبيره. بصوا الحصه اهو تحت منها، ما رضيتش اشيل منهم الحصى الا لما ابدا معاهم العلاج. الحصى فاضي يعني، كشفت عليه من شويه. بصوا اصلا بيرج يعني. تمام. في ناس بيستخدموا طريقه الشمس ديت لما بيحطوا كده وبيبان لهم العصايه يعني فيهم ولا لا. كنت بستعملها وانا صغير يعني، هي زي الكشاف هي. فالحصى فاضي، فانا هحط لهم الحصى دلوقتي عقبال ما ابدا معاهم الطريقه. بص الطريقه كانت تاني. انا هعمل ايه؟ هبدا اروح اجيب عند العطار اسمه ده لبان دكر اللي بيقولوا عليه ده. خلاص. لبان دكر هجيب بتاع ب5 جنيه ولا ب10 جنيه، هديك حبه قد كده صغيرين. هجيب لك ازازه لتر ونص، تمام، او الازازه الكبيره بتاعت الكاكولا دي 2 لتر. هتملاها 3/4 يعني، مش 3/4 اللي هو اكتر شويه، بحيث ان هو مثلا ايه شايف يعني. مثلا اعتقد معايا الازازه دي لحد هنا فاضيه، فاهم. هتحط اللبان الدكر ده في كوبايه ميه دافيه بقى، فاهم، ميه دافيه يعني مش مغليه، دافيه. مثلا الميه لحد هنا. خلاص. وهتحط فيهم الكميه اللي انت جبتوها، اللي هو مثلا نخليها في احتياطات 5 جنيه عشان التركيز بتاعها يعني، فاهم. ب5 جنيه هتحطهم ميه دافيه، وهتحطهم بالليل مثلا على الساعه 8 بالليل او الساعه 9. و9 تاني يوم هتلاقيهم ايه متدابين فيهم يعني، هتلاقي البتاع ده داف فيه. هتيجي واخدهم وهتحطهم في ازازه الميه اللي انت مجهزها لهم، وهترج كويس. وتبدا بسم الله الرحمن الرحيم، وتبدا تحط ليه في المزق بتاعه الحمام اللي انت عايز تزود فيهم مستوى الخصوبه. ده المنطقه الكلام العملي. خلاص. في حاجه كمان ممكن تستعمل معاهم فلفل اسود حصى، بيقولوا يعني اللي انا سمعته يعني، انا مجربتوش الصراحه، بيقولوا هما بيزود برضو ايه مستوى الخصوبه. وممكن لو عندك فيتامينات مثلا رافع مناعه والحاجات ديت اللي هو تبع الفيتامينات البيطري وكده، برضو تحط منهم الحمام اجماعي يعني، فاهم. فطبعا الحمام اللي بيبقى محبوس بيبقى نسبة الخصوبة بتاعته او نسبة الحمام اللي بيأكله
بيشربوا يعني بتبقى اضعف من الحمام مثلا في السايب. انا عندي حمام سايب ببص على الزغاليل بتاعته غير ببص على الزغاليل بحمام محبوس، فبتفرق الصراحة. بحيث اللي هو فرد الحمام مثلا بيحدق من الارض، فاهم يعني، بيجمع العناصر اللي ناقصاه، هو مطلوب. غير المحبوس لازم احط له كل حاجة موجودة عنده، يعني مثلا التحاليل بتاعته دي عشان الكالسيوم ومش عارف ايه، ونفس الموضوع الخصوبة. ده كده اتكلمنا على الحاجة العملية بتاعة الحمام ده عشان نزود مستوى الخصوبة بتاعته، والفرد يعرف إيه البيض يطلع ما يطلعش رايق. في حاجة كمان، يعني انا دلوقتي بس انا كنت تمام يعني في الحتة دي. المنير عندك لازم يكون كبير، تمام؟ ليه؟ انا عندي الحمام ده بيبقى طويل، متوسط طوله بيبقى لحد هنا لهنا يعني مصر، خلاص. ده على الحقيقة يعني، بس انا هقصه دلوقتي. بص بقى انا عملت ايه، هتيجي انت تعمل ايه بقى؟ هتعمل زي كده. انا عايز امسك استنى اوقف لكم القص اللي عارضه للبتاع ده، هوريهولكوا دلوقتي عشان ما بس ايه، استنى. لا نشوف فرد الزاجل راح مني. بص يا جدعان، انا خرطت من هنا خالص وخرطت الدراعين، بحيث طول الدراع اصلا ممكن يوقفه هو مثلا طالع يكسر على التيرة، ما يعرفش يكسر. يعني الفرد ده شقف شويه يا جدعان، عايز اشوف له ديدانه ولا ايه ده. فانا خارط دراعه وخارط دراعي التاني اهو وخارط ديله. تيجي عامل انت تاني، استنى راح فين المقص. بص يا رجاله، تيجي انت عامل ايه من هنا، من عند فتحة الشرج بتاعته، تبدأ تقص الريش اللي موجود حواليه، بحيث اللي ده برضه الريش ده بيمنع ساعات اللي هو يحصل تخصيب للنتاية يعني، تمام؟ نفس الكلام للنتاية، هتعمل نفس الحوار ده. خلاص استنوا كده، نفس الكلام للنتاية، هتعمل نفس الحوار دوت. لو انت بص، هو المفروض المانير يبقى مثلا اقل حاجة 50، ده العرض كده، والطول بيبقى المفروض اكتر منه مثلا 60. خلاص، وانا المانير اللي حطيتهم فيه ده اصغر من دوت، يعني اللي فيه 50 60 دوت اللي هو المانير ده اقول لك تعالى. المانير ده انا كنت حطيتهم فيهم، هما الاتنين كانوا تحت بعض، هنا وده هنا وده هنا، فانا نقلتهم دلوقتي ايه لعل وعسى اخسر حتة النحس دي، فاهمين؟ تعالى نكملوا بقى كلامنا. فتاني حاجة تخصنا عشان الحمام ده يعرف يخصب كويس، الحمام الطويل الغزار ده بالذات، ريحاني، كازاكنجات طوال، اصفر ورق، فاهمين؟ الحاجات ديت بتعوز حاجات واسعة. فحجم المانير يعني زي ما قلت لكم، فانت لو امكانياتك ما تسمحش حوار حجم المانير دوت، في حاجتين ممكن تعملوا زي ما انا عملت، تخرط الجناح بتاعهم وتعمل الحته اللي تحت ناحيه فتحه الشرج ديت للنساء وللذكر. وتاني حاجه تعملها انك مثلا لو انت عندك مكان مقفول، يعني مكان مقفول عامه، انت ممكن تفتح عليهم، تسيبهم مثلا ساعتين. هما بيحمام ممكن بيكسروا بس مرتين في اليوم، مرة الصبح خالص تفتح عليهم ساعة لو المكان مقفول أو أنت قاعد الساعة ديت، فاهمين؟ يعني أنت مش قاعد في السطح، مثلا أنت قاعد في البلكونة في الستارة ولا حاجة وقفلت الستارة وضامن الحمام مش هيطير يعني، فاهمين؟ أو أنت خارج جناح، فأنت تفتح عليهم الساعة اللي أنت قاعد فيهم دي وتسيبهم، هتلاقيهم برضه تمت عملية التزاوج بتاعتهم يعني. ونفس الكلام بالليل، خلاص ساعة كده. هما ممكن حسب جنانة القص يعني، ممكن الحمام بيطلع اول ما يطلع بيكسر على طول ويريحك وتيجي انت قافل على طول. فدي كنت بعملها وانا كنت في البلكونه تحت، طبعا عشان الحته مقفوله. انا دلوقتي على السطح فانا لو فتحت الحمام الله يسلم، سلم على الشباب اللي معايا. وممكن لو انا خرطه برضو، انا مثلا بلف ظهري من هنا الاقيهم واقفين على السور هنا، مفيش سور هنا، فاهمين؟ فشويه هوا بيجوا زقنوا، هما يا اما بلاقيهم على السطح تاني يا اما بينزلوا متدغدغين عشان انا ببقى ايه خارطهم. فانا حته فتح الحمام دي لازم يكون الحمام ده طاير عندي او انا مثبته، فانا بتكلم كده اللي بيحصل يعني. فدي الحاجتين اللي احنا هنمشي عليهم عشان نخلص الموضوع البيض اللي بيروق ده. طبعا الحمام ده كمان غالي، فانا لازم انتج منه بمعنى صح. فانا لما لقيتهم من القص ده بقالهم مده قاعدين، رحت اديهم الزغلول دوت شغلوا نفسهم فيه يعني، فاهمين؟ بصوا تعالوا اوريكم الهديه واقول لكم انا هعمل ايه. انا هنزل 4 فيديوهات ورا بعض، تمام؟ الفيديوهات دي هنزل برضو اسئله عاديه، يعني اسئله عاديه عن الحمام وبرضو مش صعب.
يعني مش صعب عادية يعني تمام. وهنشوف برضو الفيديوهات دي لازم المفروض مشاهداتها تبقى اعلى من الفيديوهات العادية يعني عامة، فاهمين؟ وهنوريكم القص اهو. تعالوا نوريكم القص ده. انا كنت ايه، انا مركبه على بعض. الفرد ده كان رومي كبير، بصوا انا زي ما بقولكوا على الطبيعة. عايز احط لكم حمامة مقصوصة. تعالى انت بنيت عشان يشوفوا الفرد. بص البنيدي وفرق ما بين البنيدي والفرد ده. الفرد ده ما شاء الله يعمله بتاع نص كيلو لوحده يعني. تمام. ومع النتاية دي عليها السمنة، والمفروض خلال الشهر ده او الاسبوع ده تيجي ايه رمي حصوايا. النتاية دي بلد يا جدعان، تمام. يعني يجيب لك لو انت حوار اللي انت مثلا بتطلع زغاليل اكل، هيجيب لك حاجات حلوه يعني مش وحشه، حاجات للاكل يا فاهمين. او انت لو عايز تهزف النادي وتجيب له نتاية شبهه ونفس النوع، مفيش مشكله اهو. خلاص يا رجاله. فاللي هيحصل كانت الاربع فيديوهات اللي هينزلوا ورا بعض امتى بقى يعني ممكن انزلهم في اسبوع، ممكن انزلهم في اسبوعين، فاهمين؟ فحسب ما انا بنزل فيديوهات بقى، معلش. بس كده يا رجاله، متنسوش تدعمونا بلايك والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.